في ناس محدش بيكسرهم، هما اللي بيكسروا نفسهم. كل ما يغلط غلطة يسامح كل الناس إلا نفسه. يفضل يجلد في ذاته، يفضل يعاقب نفسه، يفضل يقول أنا فاشل، أنا ضيعت حياتي، أنا ما استحقش. مع إن الحقيقة إن الغلط ده مش دليل على فشلك، الغلط ده دليل إن أنت إنسان. لأن لو ربنا كان عايز يخلقنا ما بنغلطش كان خلقنا ملايكة. لكن الإنسان بيتعلم ويغلط وينضج ويتوب. يعني مثلا فاكر أول مرة اتعلمت تسوق فيها؟ كم مرة غلطت وانت سايق؟ كم مرة كنت هتخبط؟ تخيل لو بعد أول غلطة قررت إن أنت مش هتسوق ومش هتكمل، كنت هتعرف النهاردة تسوق؟ طب تخيل كده الطفل وهو بيتعلم المشي كم مرة وقع؟ لو بعد أول مرة أو مرتين وقع فيهم، لو قال أنا مش هحاول تاني، أنا فاشل، كان هيعرف يمشي؟ طب ما أنت بتسامح الطفل وهو بيتعلم المشي ومش قادر تسامح نفسك وأنت بتتعلم الحياة. الأخطر من جلد الذات إنه ما بيأذيش علاقتك بنفسك بس، بل بيأذي علاقتك بنفسك وبكل اللي حواليك. لأن الشخص اللي مقتنع إنه ما يستحقش هيصدق أقل اهتمام، ويقبل بأقل معاملة يتعاملها، ويفضل يعتذر عن أخطاء هو أصلا ما عملهاش، ويفضل خايف إن اللي قدامه يسيبه لأنه من جواه شايف إنه ما يستحقش الحب ده أصلا. عشان كده قبل ما تدور على شخص يحبك، اتعلم تبطل تعاقب نفسك. لأن أصعب علاقة هتعيشها في حياتك مش علاقتك بشريك حياة، أصعب علاقة هي علاقتك بنفسك. لو صلحت العلاقة دي كل العلاقات اللي حواليك هتتغير وهتتصلح.